هل عيد الفطر الجمعة أم السبت؟ هذا السؤال بات هذه الأيام الشغل شاغل لجميع المسلمين حول العالم. التوقعات الفلكية أوضحت احتمالية أن يصادف عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 من أبريل الجاري، إلا أن ظاهرة الكسوف الكلي التي ستحدث في الكثير من دول العالم في تلك الليلة قد تؤدي إلى حجب رؤية الهلال بالعين المجردة أو بواسطة التلسكوب. وفي الحالات المماثلة يتم اعتبار نهاية الشهر القمري باليوم التالي، أي في هذه الحالة يكون أول أيام عيد الفطر يوم السبت الموافق 22 من أبريل الجاري. مركز الفلك الدولي كان أصدر بياناً يوضح أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب في بعض أجزاء العالم الإسلامي يوم الخميس، ونظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة المقبل الموافق 21 من أبريل. فيما أعلن معهد البحوث الفلكية المصري أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أوضح رئيس المعهد أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر شوال سيولد في تمام الساعة 6:14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان. وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، فيتوقع أن تكون عادة رمضان فيها 30 يوما، وأن يكون فيها عيد الفطر يوم السبت المقبل الموافق 22 من أبريل. وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال